بارحب بيكم للمرة التانية في الlive اللي معانا لتعليم الجرافيك. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في أول live معانا، اتكلمنا عن إزاي تسطّب البرنامج، المواقع اللي أنت ممكن تنزّل من عليها برنامج الفوتوشوب. دخلنا برضه واتعرّفنا على الواجهة بتاعة البرنامج، اتعرّفنا على الworkspace، بعض الأدوات برضه اتكلمنا عنها زي الأدوات التحديد. وعملنا كذا مثال، وسواء قص صورة أو إن أنت تحددها بأدوات الselection المختلفة. خدنا كذا مثال وشُفنا آلية عمل الأدوات دي. خلّينا بقى نبتدي في البرنامج، نشوف اللي معانا إيه النهارده. يعني إحنا هنكمّل على اللي إحنا عملناه المرّة اللي فاتت أو اللي إحنا خدناه المرّة اللي فاتت. تعالوا كده نفتح الفوتوشوب عندنا. اتكلّمنا المرّة اللي فاتت أو في الlive اللي فات عن واجهة البرنامج، وعرفنا create new وعرفنا open، وقُلنا إن دول موجودين عندي برضه في file. والقوائم بتاعة اللي فوق دي اللي فيها بعض الاختصارات اللي نستغنى عنها عن طريق الshortcut اللي موجودة في الكيبورد. يعني كل القوائم اللي موجودة قدامك دي عبارة عن اختصارات أنت بتستغنى عنها بالshortcut من خلال الكيبورد. مثال يعني مثلًا في edit أنت هتلاقي undo وredo ومثلًا cut وcopy copy merged. يعني undo اللي إحنا قُلنا عليه المرّة اللي فاتت، لو أنت عملت خطوة غلط هتدوس control Z. الناس بتتعامل مع البرنامج إن هي إيه، عايز ترجع خطوة دوس control Z، دوس control Z. ما تعرفش إن هي موجودة مثلًا هنا control C اللي هي copy paste control V وهكذا. فكل الاختصارات اللي موجودة أو كل الاختصارات اللي موجودة عندي في القوائم هنا أنت بتستغنى عنها بس في الshortcut اللي موجودة في الكيبورد. طيب خلّيني أدوس كده على create new وهافتح ملف جديد، وليكن مثلًا هاجي على print وهاختار من هنا أي مقاس عندي الA4 وهادوس على create. هيبتدي إن هو يفتح عندي الواجهة بتاعتي بالمنظر ده. طبعًا الواجهة هتلاقيها مختلفة عندك. يعني إحنا اتفقنا المرّة اللي فاتت لو أنت بتسطّب البرنامج لأول مرّة هتيجي بس على قايمة window من هنا، من workspace واختار essential default. هتلاقي إن الواجهة بتاعتك عملت بالمنظر ده كده. حتى لو أنت غيّرت في بعض القوائم اللي موجودة هنا أو في شريط الأدوات أو حتى في الoption اللي موجودة هنا، ممكن أنت تيجي من window من workspace وهتختار من هنا reset essential. هيرجّع لك الworkspace أو الواجهة بتاعة البرنامج كإنّك لسّه مسطّب البرنامج لأول مرّة. طيب المرّة اللي فاتت برضه اتعرّفنا على الmove tool وأداة الartboard، خدنا الrectangle mark tool، الelliptical mark tool، الlasso tool والpolygonal والmagnetic، وكمان اتعرّفنا على الobject selection والquick selection والmagic wand tool. وعرفنا إن كل الأدوات دي بتساعدنا في القص. يعني أنت بتحتاج إن أنت مثلًا من خلال التصميمات اللي أنت بتعملها إنك تقص صور، تشيل حاجة من مكانها، تحدد حاجة وليكن. فالأدوات دي مرورًا بقى بالrectangle لحد ما اتكلمنا على الmagic، دي بتساعدك في موضوع القص. قُلنا إن برضه إن الأداة المهمة بالنسبة لي واللي بتبقى تعتبر أداة professional شوية أو أكتر منهم في موضوع التحديد والقص هي الpen tool، وهنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في اللايفات اللي جاية. بس النهارده إحنا هنكمّل بقى الأدوات بتاعتنا، وأول حاجة بالنسبة لي هابُص عليها النهارده وهي الcrop tool. الcrop tool دي باختصار إن أنت مثلًا فتحت مقاس معيّن وابتديت إن أنت تشتغل عليه، فممكن أنت المقاس ده محتاج إن أنت تقلل في الsize بتاعه. يعني مثلًا تقص جزئية من فوق، تقص جزئية من اليمين أو الشمال، أو لو حتى عندك صورة وفي أجزاء معيّنة أنت مش محتاجها عندك، أول ما بتيجي على أداة الcrop tool كده بتلاقي إن الartboard بتاعتك اتحددت بالمنظر ده. تقدر إن أنت تيجي من هنا تشد كده أو تشد كده، فهتلاقي إن الartboard بتصغر معاك. تقدر أنت بعد كده تدوس على زرار enter من الكيبورد، هتلاقي إن الartboard كده خدت الsize اللي أنت حددته لها. طيب نرجع كده control Z ونشوف إيه الoption اللي موجودة عندي في الartboard. أول ما بتدوس عليها كده بتلاقي فوق هنا الsize بتاعك. بمعنى هنا هتلاقي الoriginal ratio ال1 to 1، 4 ل5، 5 ل7، 2 ل3، 19 أو 9 ل16. كل دي نِسَب بالنسبة لي. يعني نسبة المقاس بتاعك ده، المقاس ده مقاسه كام لكام. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلًا إن أنت لو فاتح المقاس ده 20 ل10 أو على العكس مثلًا 20 ل10، فالنسبة بتاعتك في المقاس 2 ل1. وهكذا. هو هنا بيقول لك أنت النسب اللي أنت شغال عليها 1 ل1 بمقاس المربع، مثلًا 16 ل9 وده أغلب أو أشهر مقاس ممكن نشتغل عليه. ال4 في 6 وهو المقاس اللي هو بتاع الصور. لمّا اتكلمنا المرّة اللي فاتت وقُلنا إن أنت لمّا بتدوس على create new بتلاقي إن في بعض المقاسات الجاهزة بالنسبة لك اللي موجودة في الفوتو، وشُفنا مقاس ال4 في 6.
فالcrop tool إلى حدٍ ما يعني استخدامها قليل، بس لو اضطريت إن أنت مثلًا تقلل في حجم الصورة أو تقلل في حجم الartboard اللي أنت فاتحها، فتبتدي إن أنت تستخدمها. طيب ناخد مثال بسيط، لو رُحنا كده ولقينا عندي مثلًا هاجيب صورة من برّه من هنا، أنا هنا بقى مثلًا بالنسبة لي أنا محتاج إن أنا أشيل الجزئية اللي بالطول دي، فكل اللي أنا هاعمله بس إن أنا هاجي على أداة الcrop tool هتلاقي إن الصورة اتحددت معايا بالمنظر ده، كل اللي أنا هاعمله إن أنا هاشد كده الجزئية لحد هنا، وبعد كده يا إما أدوس على علامة الصح دي، يا إما أدوس Enter من الكيبورد، هتلاقي إن الجزء ده اتقص معايا، فده يعتبر أفضل مثال أو أفضل استخدام بالنسبة لشغل الطباعة لأداة الcrop tool. طيب في أداة جامدة جدًا عندي اللي هي الperspective crop tool. خلّينا نشوف يعني حاجة كده ممكن نواجهها وتكون مشكلة بالنسبة لنا. يعني مثلًا أنا لو جيت كده واخترت مثلًا من هنا الصورة دي، هاشدّها عندي كده، أحطها عندي هنا، والغي دي بقى خلاص إحنا عرفنا أداة الcrop tool بتعمل إيه. طيب هنا مثلًا أنا البرواز بتاعي بالمنظر ده كده، عايز إن أنا أقصّه وفي نفس الوقت أستخدمه في تصميم عندي تصميم وعاجبني البرواز ده جدًا ومحتاج إن أنا أستخدمه. طيب هنا هتواجهني مشكلتين، أول مشكلة بالنسبة لي إن أنا فرضًا إن التصميم بتاعي front view يعني محتاج إن أنا أصممه في الوش كده، البرواز ده إلى حدٍ ما واخد زاوية، فمحتاج إن أنا أقصّه وفي نفس الوقت يكون معدول معايا. فأنا قدّامي حل، أنا هاجي هنا كده على أداة الpolygonal lasso tool وابتدي إن أنا أحدّده زي ما اتمرّنا أو شُفنا المَرّة اللي فاتت، آجي كده أحدّد كده على البرواز، وبعد ما باحدّده click يمين layer via copy وهابتدي إن أنا أقصّه، هاجي بأداة الmove tool أشدّه هنا كده هتلاقي إن هو اتقص معايا. في حل إلى حدٍ ما بنستخدمه كتير، إن أنا بادوس control T وباجي كليك يمين وباختار من هنا الperspective وباجي من الperspective من أي نقطة من هنا كده بابتدي إن أنا أعدل النقط بالنسبة لي كده، هتلاقي إن البرواز بتاعك اتعدل وبقى شكله لطيف. طيب دي أنا عملتها على خطوتين، أداة بقى اللي هي الperspective crop tool بتوفّر عليَّ الخطوات دي، بمعنى إيه؟ خلّيني أمسح ده كده وهاجي على أداة الperspective crop tool وهابتدي إن أنا أحدد كده أدوس هنا نقطة وهامشي كده معاها وهنا نقطة وهانزل كده تحت نقطة وهاجي أقفل بقى هتلاقي إن في مربع كده بيترسم عبارة عن مربعات صغيرة، أول ما أدوس هنا كده وهادوس enter من الكيبورد هتلاقي إن البرواز اتقص معايا وكمان اتعدل تلقائي، يعني بتقدم لي ميزة جامدة جدًا اللي هو مش بس بيحدّده لأ، ده بيحدّده ويبتدي إن هو يعدله كمان. تعالَ نرجع للمساحة البيضا اللي إحنا فتحناها في الأول علشان نستخدم الأداة بتاعتنا وهي الframe tool. مجرّد بس ما بتيجي إن أنت ترسم بالمربع frame كده كويس، وبتطلع برّه تجيب أي صورة عندك وليكن أي صورة ممكن الصورة دي، وبتيجي تبتدي إن أنت ترميها هنا، بتلاقي إن هي خدت الشكل ده. يعني دي حاجة هنبتدي إن إحنا نتمرّن عليها اسمها الclipping mask. الأداة دي بتوفّر لك حاجة زي كده، بتلاقي إن أنت عملت frame وفي نفس الوقت ادّيته صورة أو خلّيت جوّاه صورة، وتبتدي إن أنت تحرّكها بالمنظر ده كده. نفس النظام برضه لو أنت وقفت هنا واخترت الدايرة منها بقى الelliptical، هتيجي بس نلغي دي تمام، أو نشدّها كده، ونيجي من هنا هنختار الelliptical وعلّم أو ارسم كده تمام، هيرسم لك بدل المربع اللي أنت كنت راسمه من شوية هيرسم لك دايرة. تعالَ هنا اطلع بقى ممكن نجيب صورة مختلفة وتعالَ هنا شدّها لي كده، تمام، بالمنظر ده كده. لو أنت عايز الصورة بتاعتك تاخد شكل الدايرة. الأداة دي ما بنستخدمهاش كتير، يعني هي حشو من ضمن الأدوات اللي موجودة عندي في الفوتوشوب، هتلاقيها استخدامها كتير جدًا في برنامج زي برنامج الInDesign. أنا عندي في برنامج الInDesign الframe tool استخدامها كتير جدًا، لإن أنا محتاج كل أمّا أحُط صورة عندي في البرنامج إن أنا أفتح لها frame كده علشان أدخّل الصورة جوّاها. طيب أنت بتستغنى عن الموضوع ده إزاي؟ لو أنت مثلًا عايز الصورة بتاعتك تاخد شكل معيّن، وليكن دايرة أو مثلث أو حتى أي شكل أنت بترسمه عندك في الفوتوشوب. بما إننا اتكلمنا على الأشكال، خلّينا نروح بقى على موضوع الأشكال اللي عندي اللي موجودة في البرنامج. لو أنا جيت كده كليك يمين، هتلاقي عندي هنا أداة اسمها الrectangle tool والround rectangle tool أو الrounded والellipse tool، الpolygon tool والline tool والcustom shape tool. كل دي أدوات باستخدمها في الرسم، يعني أنا بارسم بيها
أشكال عندي في البرنامج. أدوس كده على أول أداة عندي وأبتدي إن أنا أفتح بيها كده أو إن أنا أرسم بيها شكل بالمنظر ده. لو أنت ابتديت إن أنت ترسم كده هتلاقي إن الشكل مَرِن معايا. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت لمّا كنا بنتكلم على أداة الrectangle mark tool، اللي هو أنت لو عايز المربع يكون مستقيم معاك هتبتدي إن أنت تدوس على زرار الShift من الكيبورد، هتلاقي إن هو بيرسم لك مربع متساوي الأضلاع. لو أنت شِلت إيدك من على الShift هتلاقي إن المربع بيكون مَرِن معاك، تقدر إن أنت ترسم بيه مستطيل أو إن أنت مستطيل بالعرض أو مستطيل بالطول. طيب خلّينا ندوس Shift ونرسم مربع بالمنظر ده. أول ما هارسم المربع وأسيب إيدي من على الماوس هتلاقي في قايمة كده نطِّت لي من الجنب اللي هي قايمة properties، عايزك تقفلها دلوقتي لحد بس ما نشوف الخصائص اللي موجودة هنا، وهنرجع تاني لقايمة properties اللي موجودة عندي هنا كده. طب أنا رسمت الشكل أو رسمت مربع، هتلاقي إن هو عمل لي هنا layer جديد اسمه rectangle one. وبالمناسبة الrectangle أو الأشكال دي تعتبر من أنواع اللايرات اللي موجودة عندي في البرنامج. يعني إحنا المرّة اللي فاتت لو تفتكروا إن إحنا عملنا حاجة اسمها الsmart object، ده نوع layer غير الlayer اللي إحنا عملناه فاضي، ده الlayer الrestrise أو الlayer العادي. بس أنا عندي دلوقتي مربع، طب أنا هادّي له لون بس عشان نبتدي إن إحنا نشرح عليه بالمنظر ده. ده الrectangle يعتبر برضه نوع من أنواع اللايرات اللي موجودة عندي في البرنامج. طيب نشوف الخصائص بتاعة الأداة. اتفقنا برضه إن لكل أداة من هنا مجموعة من الخصائص اللي بتبتدي تتحكم أكتر في الأداة بتاعتك. طب هنا الrectangle أول حاجة بالنسبة لي واضحة جدًا الfill اللي أنا لو عايز ألوّن المربع بتاعي، هتلاقي عندك مجموعة من الخيارات هنا تقدر إن أنت تستخدمها في تلوين المربع بتاعك، بمعنى تقدر إن أنت تدّي له no color أو تخلّيه من غير لون خالص، أو إن أنت تخلّيه لون solid بنسميها لون solid اللي هو لون موحّد أو لون واحد بالمنظر ده، لون أحمر، أصفر، أخضر، وتقدر من خلال الgroups اللي هنا كده تختار الألوان اللي أنت عايزها. فمن خلال الfill هنا تقدر إن أنت تختار اللون اللي أنت عايزه، والgroup هنا من خلال قائمة الswatches دي بيقدّم لك ألوان كتير وأنواع كتير من الألوان تقدر أنت تختار منها اللون اللي أنت عايزه. طب الخيار اللي بعد كده إيه وهو الgradient. يعني إيه gradient؟ هو تدرُّج من لونين فما أكتر. يعني أنت مش بس هتقدر إن أنت تلوّن المربع بتاعك بلون واحد، لأ أنت ممكن تلوّنه بأكتر من لون. يعني أنا هنا أول ما دوست على الgradient جاب لي التدرُّج ده من اللون الأسود للون الأبيض. برضه نفس النظام، تقدر تختار أي gradient عندك هنا والبرنامج بيقدّم لك أمثلة كتيرة جدًا للgradient ده. تقدر تختار كده بالمنظر ده، أو تنزل تحت مثلًا في الpurple دي وتختار درجات ألوان كده، أو انزل تحت شوية مثلًا في الorange حاجات كده. طيب أنا لو مش محتاج بقى أنا لو مش عايز مثلًا أغيّر من الألوان دي أو أختار من الألوان دي، محتاج إن أنا أعمل اللون الخاص بيّا أنا، عندي مثلًا تصميم ومحكوم بألوان معيّنة ومحتاج إن الgradient بتاعي يخدم التصميم ده. طيب أنت هتيجي تختار أي gradient أنت عايزه، حتى لو الgradient الأسود اللي إحنا اخترناه في الأول أو اللي هو جالي الdefault اللي هو كان ده. كل اللي عليك بس إن أنت هتيجي شايف الشريط ده، هتدوس مثلًا على اللون الأبيض، هتدوس كده تمام، وتدوس double click عليه، هتعلّم عليه وبعدين تدوس double click أو تدوس double click على طول، هيفتح لك الcolor picker دي. تقدر من هنا تختار اللون اللي أنت عايزه، كل اللي عليك بس إن أنت هتغيّر على اللون من هنا وبعد كده تختار درجته، سواء فاتح أو غامق أو حتى ميّال كده للأبيض، كويس؟ اختار اللون من هنا وابتدي إن أنت شوف الدرجة اللي أنت عايزها. بعد ما تختار الدرجة وليكن مثلًا هاعمل gradient من اللون اللي هو النبيتي ده أو الأحمر الغامق، وهادوس أوكي، وهاجي هنا كده على اللون ده وهادوس عليه double click اللي هو اللون الأسود double click وهاعمل gradient برضه وأختار اللون الأحمر. هتلاقي إن الgradient بتاعي عمل شكل جامد جدًا. غير كده وكده، أنت تقدر تختار أشكال تانية من الgradient يعني إيه؟ يعني مثلًا هنا عامل لك الlinear اللي هو التدرج من فوق لتحت، لو أنتم ملاحظين اللون جاي عندي من فوق لتحت. طب تقدر تختار الradial اللي هو ده gradient مثلًا بُقعة كده لونها أحمر في النُص بعد كده تطلع على الأطراف بلون غامق. تقدر برضه تختار الangle الشكل ده، أو تقدر تختار الreflected بالمنظر ده كده غامق فاتح ثم غامق تاني، وبعدين تختار الdiamond حاجة زي دي كده. برضه من خلال الزاوية دي تقدر تغيّر في زاوية الgradient بتاعك، دي هتلاحظها أكتر لمّا تيجي على الlinear. بُص كده، لو أنا باغيّر كده بالمنظر ده
تقدر تغيّر في اتجاه الgradient بتاعك. طيب بالمنظر ده كده لو أنا جيت على الradial ده الفاتح هو اللي جوّه أو اللون الفاتح هو اللي جوّه، تقدر إن أنت تعكسه من هنا، تخلّي الغامق هو اللي جوّه والفاتح هو اللي برّه. ده بالنسبة للgradient، يعني أنا دلوقتي اتفقت معاكم إن أنت تقدر تغيّر لون الشكل بتاعك من لون solid لون واحد، وكمان تقدر إن أنت تعمل له gradient كتدرُّج ألوان بالشكل ده. أنت كمان ممكن تستخدم المربع ده أو الgradient ده في إن أنت تعمل خلفية للتصميم بتاعك، بتعمل تصميم social media مثلًا، ممكن إن أنت تعمل له gradient. غير الgradient في إيه عندي تاني، في عندي حاجة اسمها الpattern. يعني إيه الpattern؟ الpattern ده هو شكل نمطي متكرر. يعني بيدّيك نقشة كده أو بيدّيك شكل وبيبتدي إن هو يكرره لك. يعني هنا أنا مختار الpattern اللي هو شكل الشجر ده ومكرره. تقدر تختار أشكال تانية زي مثلًا شكل العُشب ده، أو في مثلًا شكل المَيّة. هتلاقي إن ال3 جروبات دول موجودين عندك كده في البرنامج عندك أول ما بتيجي تسطّبه. تقدر إن أنت تجيب برضه pattern جاهزة من برّه وتسطّبها عندك في البرنامج. كل اللي عليك بس إن أنت هتكتب على جوجل كده pattern for photoshop، وأول ما تنزل الملف معاك هتدوس عليه double click هيبتدي إن هو يتسطّب معاك بكل سهولة. فحوار الpattern ده برضه أقدر إن أنا أستفيد بيه في إن أنا باعمل خلفيات شكلها لطيف، أو إن أنا أعمل fill للأشكال عندي بأشكال مختلفة غير الألوان. يعني أنا عايز أنوّع بدل يكون عندي ألوان، لأ أنا ممكن أضيف شكل يعمل لي fill في الshape اللي أنا راسمه. ده بالنسبة الfill بتاعي وإن أنا إزاي ألوّن المربع. اللي هيسرى بقى على المربع وتلوينه، هيسرى على باقي الأشكال اللي موجودة عندي هنا. طب نكمّل باقي الخصائص اللي موجودة في الshape عندي. هاجي على الstroke ده هو إيه، هو الحواف الخارجية، الحدود الخارجية بتاعة الشكل بتاعي. لو أنا دوست على الstroke كده وجيت ادّيته لون، اللون مثلًا ده. طيب هو ليه مش ظاهر عندي؟ أنت هتضطر إن أنت تيجي تزوّد حجم الstroke بتاعك شوية كده. لو ملاحظين إن في border كده أو في حواف بتزيد عندي بالمنظر ده كده. كل ما هتزوّد، كل ما هيبتدي إن هو سمكه يزيد معاك. وهتقلل كده بالمؤشر ده، زوّد كده ناحية اليمين أو تقلل بالمنظر ده كده. طيب الstroke أقدر إن أنا ألوّنه بإيه؟ تقدر إن أنت تلوّنه بنفس الألوان اللي إحنا شُفناها في الفيلم. يعني اللي هيُطبّق على ألوان الفيل هيُطبّق برضه على الstroke، سواء من غير لون أو لون solid أو gradient أو pattern. أو ممكن أنت تريّح دماغك خالص وتختار لون من هنا، تدوس على الcolor picker دي على طول وتختار اللون بتاع الstroke أو الفيل بتاعك على طول. في أشكال عندي بقى غير حجم الstroke، أشكال للstroke. لو أنت دوست على السهم ده كده، هتيجي هتلاقي إن الstroke بتاعك عبارة عن خط مستقيم. هتيجي هنا برضه هتدوس كده هتلاقي إن هو بيعمل لك خط منقّط بالمنظر ده، أو عبارة عن dotted. الstroke بتاعك بيبقى dotted كده، نُقط. طيب خلّيني أرجع للخط المستقيم كده اللي هو مُغلق. هازوّد الstroke بتاعي شوية كده، وهافتح السهم ده تاني علشان أشوف الalignment. إيه بقى الalignment؟ هي محاذاة الstroke أو وضع الstroke بالنسبة للشكل اللي أنت راسمه. يعني أنا هنا لو جيت على الalignment بتاع الstroke ده هتلاقي إن هو معمول لي في المنتصف أو معمولين لي inside. يعني إيه؟ يعني أنا لو زوّدت الstroke بيزيد للداخل. طب أنا لو دوست هنا كده هتلاقي إن الstroke اتسنتر في النُص بالضبط. كل ما زوّدته بالمنظر ده هتلاقي إن هو يزيد لبرّه ويزيد لجوّه. طب أنا مش عايزه كده، أنا عايز إن هو يزيد لبرّه فقط. هتضطر إن أنت تختار من هنا الoutside. ودي أفضل شكل أو ده أفضل شكل بالنسبة لي من ضمن أشكال الalignment اللي موجودة في الstroke. إن أنت تخلّي الstroke بتاعك لبرّه. ليه؟ لإن أنت بتبقى راسم مربع بأبعاد معيّنة، بتبقى عايز تحافظ على الأبعاد دي، فمش عايز إن أنت تغيّر فيها. فأنا هاخلّي الstroke بتاعي أنا عايز أعمل له حواف، بس في نفس الوقت أحافظ على حجم أو العرض والطول بتاع المربع بتاعي أو الشكل اللي أنا راسمه. طيب هتيجي هنا على الكاب دي بتشتغل للأسف مع الأشكال اللي هي المفتوحة، زي مثلًا لمّا نيجي نرسم الline tool. طيب دي بتعمل إيه، دي بتخلّي لك الحواف بتاعتك ناعمة، زي ما هنشوف في الcorner هنا. يعني أنا عايزك تركّز دلوقتي على الcorner اللي موجودة في المربع ده. بُص هنا أنا واقف على الcorner اللي هي الحد ده. لو أنا جيت دوست كده هتلاقي إن بيبتدي إن هو يدّيك curve كده للمربع بتاعك. لو أنا جيت هنا
دوست كده هتلاقي إن هو عملها لك شكل تحس إن هي مشطوفة كده أو مكسورة من هنا كده، فدي برضه أشكال مختلفة للstroke تقدر إن أنت تستفاد منها. طيب غير أشكال المربع أو إيه غير المربع ده موجود عندي إيه؟ هتلاقي عندك الround rectangle أو الrounded rectangle اللي هو بيرسم لك مربع بس فيه كيرفات كده من الجنب. طيب أنت في قايمة قُلت لنا هنسيبها كمان شوية وهنرجع لها، اللي هي إيه، اللي هي الproperties. طب الproperties دي بتعمل إيه؟ شُفتوا الحاجات اللي إحنا شُفناها فوق هنا، اللي هي الخصائص بتاعة أداة الshape أو الأشكال اللي عندي، هي اللي هتلاقيها هنا، هتلاقيها هنا. بس أنا يهمني خاصية مهمة جدًا وهي دي، الخاصية دي مع النسخ الحديثة من الفوتوشوب زي مثلًا 2021 أو 22 أو 23 هتلاقي إن هو ممكن لغى لك الخاصية دي وابتدى إن هو يعوّضها لك بحاجة هنا للناس اللي عندها برامج حديثة شوية أو بتتعامل مع الفوتوشوب نسخ أحدث شوية، هتلاقي إن أنت أول ما ترسم شكل في نقط كده أو دواير صغيرة، الدواير دي لمّا بتشدّها لجوّه بيبتدي إن هو يعمل لك المربع بتاعك ليه كيرفات. طيب الناس اللي ما عندهاش الحاجة دي زي مثلًا النسخة اللي إحنا بنتعامل معاها دلوقتي اللي هي 2020 بنستعيض بيها عن طريق الكيرفات دي، اللي هي إيه، خلّونا مثلًا نرسم مربع زي ما رسمناه في الأول، الغي دي خالص، تعالَ من هنا، كليك يمين واختار من هنا المربع بتاعك كده، shift وهارسم كده. هتظهر لي قائمة properties تعالَ هنا على قيمة من دول خلّيها لي 50 ودوس enter بُص كده هتلاقي إن المربع بتاعك بدأ إن هو ياخد curve تعالَ على الfill ادّي له لون علشان يبقى مميز عندي بس ويبقى ظاهر، وزوّد القيمة بتاعتك دي خلّيها مثلًا 150 طيب خلّيها 200 كده، طيب خلّيها مثلًا 500 وليكن. زوّد بقى القيمة بتاعتك كده، يعني أنا علّمت على القيمة دي ومن الscroll بتاع الماوس أو البكرة بتاعة الماوس ابتديت إن أنا أزوّد كده. أول إن أنت تيجي بُص أول ما جيت على الشكل ده، المؤشر بتاع الماوس عمل معايا hand كده وفيه سهم يمين وسهم شمال، لو أنت دوست كده وسحبت لجوّه، هتلاقي إن هو بيغيّر لك في الكيرفات لحد ما توصل لشكل الدايرة. من خلال المربع تقدر إن أنت تستغنى عن الrounded rectangle وكمان الellipse، يعني الellipse كاختصار بس للوقت، بدل ما أنت تعمل مربع وتيجي تغيّر في الأبعاد بتاعته أو الكيرفات بتاعته، لأ أنت بترسم دايرة على طول. طب ده الrectangle والround rectangle. الellipse مش هاضيف حاجة زيادة في الellipse أو الدايرة، غير إن أنت هتدوس كليك يمين تختار الدايرة وتدوس shift من الكيبورد، وتبتدي إن أنت ترسم علشان يبتدي إن هو يرسم لك دايرة مستقيمة بالمنظر ده. لو أنت ما دوستش shift من الكيبورد، هتلاقي إن هو بيبتدي إن هو يرسم لك شكل بيضاوي، لأ أنا عايز دايرة، فتضطر إن أنت تدوس shift من الكيبورد علشان يرسم لك دايرة مستقيمة. علّم على كل دول، دوس delete من الكيبورد، اخفي دي، وتعالَ هنا على الpolygon. الpolygon ده هو الشكل الخماسي، السداسي ومضاعفاته. طيب خماسي وسداسي بس لأ، أنت بُص كده أول ما هابتدي إن أنا أسيب، في sides عندي فوق كده، كخانة ظهرت لي جديدة من ضمن الoption اللي موجودة عندي كخصائص للshape بتاعتي. طيب الsides هي الأضلاع بتاعتي، أنت عايز هنا شكل سداسي والّا خماسي والّا ثلاثي والّا إيه بالضبط؟ يعني أنا معنى ذلك إن أنا لو جيت هنا وخلّيتهم 3 side أقدر إن أنا أرسم مثلث كده، طب لو خلّيتهم مثلًا 7 وجيت هنا اديتها لون وهارسم كده، هيرسم لي شكل بالمنظر ده. طيب خلّيتها مثلًا 10 وجيت رسمت كده، هيرسم لي حاجة بالمنظر ده. فمعنى ذلك إن أنت بس كل ما جيت هنا زوّدت عدد الأضلاع بتاعتك، ابتديت إن أنت تتحكم أكتر في الأضلاع وفي الشكل اللي أنت محتاج ترسمه. طب أعلّم على دول كده، تمام، وكليك يمين وتعالَ نختار الline tool. الline tool من اسمها كده إن هو بيرسم لك خط، الخط ده بتتحكم في السمك بتاعه زي ما إحنا شايفين كده، لو أنا بس اديته fill عشان أبتدي إن أنا أظهره بالمنظر ده، كليك يمين كده وتعالَ اختار لي الline بتتحكم في السمك بتاعه عن طريق الweight، إن أنت تيجي هنا تخلّي الweight بتاعك ده مثلًا 50 وتيجي ترسم line تاني، هتلاقي إن السمك بتاعه ابتدى إن هو يزيد معاك. لو أنت جيت برضه كليك يمين الline tool وجيت هنا خليتها مثلًا 100 ودوست enter
وجيت عملت كده، هيرسم لك line. برضه أنا عن نفسي ما باستخدمهوش كتير، باستغنى عنه في إن أنا بارسم مثلًا بالrectangle كده لو أنا عايز أعمل line، فبابتدي إن أنا أتحكم في سمك الline بتاعي عن طريق المربع، أطلع كده باخلّيه سميك بزيادة أو إن أنا بانزّله كده باخلّيه رفيّع بالمنظر ده. فأنا بالنسبة لي كأداة الrectangle tool باقدر إن أنا أستغنى عن أشكال كتير جدًا من ضمن الأشكال دي. طب نيجي بقى للcustom shape tool وهي أداة مهمة جدًا، جدًا. دي بتعمل إيه؟ أول ما دوست عليها كده في shape هنا ظهر لي أو option برضه زيادة ظهر لي في الoption bar اللي فوق ده. لو أنت دوست على السهم كده هتلاقي إن في بعض الجروبات موجودة زي leaf tree، wild animal، wood، flower، وفي بعض الناس هتلاقي في جروبات أكتر من دي كمان. طب الجروبات دي بتعمل إيه؟ دوس على السهم ده كده هتلاقي في أشكال عندك زي مثلًا شكل الشجرة ده. اختار أي شكل أنت عايزه، دوس عليه double click وتعالَ ارسم من هنا. دوس كده واسحب. لو أنت دوست shift من الكيبورد بالمنظر ده، هتلاقي إن هو رسم لك شكل الشجرة. طب هي ليه مش ظاهرة؟ بس ادّيها لون من هنا كده، تلاقي إن هو رسم معاك شكل الشجرة دي. كليك يمين، تعالَ اختار شكل تاني، بلاش شجرة بقى المرة دي، ونختار مثلًا قارب من القوارب دي كده. shift عشان يرسم لي الشكل مستقيم معايا ومتناسق. طب أنا لو محتاج إن أنا أغيّر في لون الشكل بتاعي، يعني بالمناسبة لو عايز أغيّر في لونه، هل إن أنا مضطر إن أنا أقف على الأداة بتاعة الshape tool أو الأدوات اللي أنا بارسم بيها الأشكال وأروح على الfill وأغيّره؟ لأ، أنت ممكن تيجي هنا تدوس double click على الشكل كlayer من هنا، هتلاقي إن هو فتح لك الcolor picker دي، تقدر تغيّر اللون زي ما أنت عايز وبعد كده هتدوس على OK تلاقي إن اللون اتغيّر معاك. برضه نفس النظام، لو أنا رسمت حاجة صغيّرة، هل إن أنا باعرف أعدّل في الwidth والheight بتاعها كعرض وطول؟ تقدر إن أنت تدوس على control T هتلاقي إن الfree transform اللي إحنا اتمرّنا عليها المَرّة اللي فاتت اللي هي دي أو الshow transform control هتلاقي إن هي ظهرت لك control T كده تقدر إن أنت تكبّر أو تصغّر من الكيبورد، بس المَرّة دي ما تدوسش حاجة من الكيبورد، يعني ما تدوسش shift. أنت لو دوست shift من الكيبورد هتلاقي إن الشكل بدأ إن هو يكون مَرِن معاك، لأ، ما تدوسش حاجة من الكيبورد، خلّيك شِد كده من أي حافة من الحواف دول، تمام، وهتدوس enter والشكل هيبتدي إن هو يتعدل معاك. فالأشكال دي باقدر إن أنا أستفيد بيها في حاجات كتيرة جدًا. طب إحنا دخلنا فيها ليه أصلًا؟ دخلنا فيها لمّا كنا بنشرح الframe tool. طيب قُلنا إن أنت تقدر إن أنت تدّي صورة عندك أي شكل من الأشكال دي، أو تدّيها الطابع بتاع الشكل ده. فرضًا إن أنا باعمل layer هيتوزّع مثلًا في الشارع كمطبوعات، أو باعمل تصميم، والتصميم ده محتاج إن أنا أحط صورة جوّه دايرة. خلّيني أرسم دايرة كده، دايرة بالمنظر ده. وهادّيها لون، هادوس هنا double click وهادّيها أي لون وليكن مثلًا لون أحمر، ودوس على السهم ده علشان تقفل، هاجي هاسنترها هنا في النُص. محتاج إن أنا أجيب صورة وأحطها عندي جوّه الدايرة بحيث إن هي تاخد شكل الدائري ده أو شكل الدايرة ده. كل اللي أنت هتعمله بس هتطلع كده في أي فايل من الفايلات بتاعتنا دي، وهاجيب صورة مثلًا الصور اللي إحنا اتمرنا عليها المرّة اللي فاتت، صورة زي دي كده، وهاشدّها وارميها هنا كده. تمام، وكبّر الصورة بتاعتك بالمنظر ده. اتأكد من قايمة layer اللي هنا دي، يعني خلّينا نرتّبها مع بعض، إحنا رتّبناها المَرّة اللي فاتت، نرتّبها تاني، الغي دول الadjustment لسه مش هاجي لها دلوقتي، الغيها، والlibrary برضه نفس النظام، ألغيها كده، الcolor ممكن إن أنا أشدّها كده، والpattern، الgradient، والswatches. خلّي قايمة layer واخدة الحيّز الأكبر معايا هنا كده. الصورة دي أنا محتاج إن أنا أحطّها جوّه الدايرة. طيب أنا هاعمل إيه، هاحط الصورة هنا وأتأكد ترتيبها إن الصورة فوق الشكل اللي أنا عايز أدخّل جواه صورة، وليكن مثلًا الشكل ده دايرة، مربع، مثلث، أيًا كان. اتأكد إن الصورة بتاعتك فوق الدايرة، وهتيجي من هنا كليك يمين وهتختار أمر اسمه create clipping mask. هتدوس كده هتلاقي إن الصورة دخلت وخدت شكل الدايرة بالمنظر ده. هتبُص هنا برضه هتلاقي إن الصورة هنا في سهم كده بيشاور على الدايرة، يقول لك إن الصورة دي تبع الدايرة دي، أو الصورة دي جوّه الدايرة دي. دي خاصية اسمها الclipping mask، إن أنا باقدر أحُط أي حاجة عندي على حاجة تانية.
يعني أنا هنا مثلًا استخدمتها في إن أنا حطيت صورة جوّه شكل هنا كده، بُص، لو حرّكت الصورة هي جوّه الدايرة، كإنّك مثلًا في أوضة ولنفترض مثلًا إن المساحة البيضا دي حيطة، والحيطة دي جواها شباك أو فيها شباك، والشخص ده واقف جوّه الأوضة أو ورا الحيطة دي، وأنا هاشوفه من خلال الشباك ده، فلو هو جه كده هو متداري دلوقتي في الحيطة، فأنا مش هاشوف غير الجزئية دي بس. نفس النظام الclipping mask، أنت بتحط الصورة بتاعتك جوّه شكل، فبياخد الإطار بتاعه أو بياخد الحيّز بتاعه. تقدر تكرر الحركة دي مع أشكال كتير جدًا، يعني سواء أنت راسمها من هنا أو إن أنت ممكن تجيب شكل جاهز من برّه وتحط جوّاه برضه صورة أو تحط جوّاه لون أو أي حاجة، كويس كده؟ طيب خلّينا نستخدم الأشكال بتاعتنا دي في إن إحنا نطلّع شكل كده كويس، وليكن مثلًا ممكن نعمل كارت شخصي، تصميم لكارت شخصي، ممكن تعمله ليك أو لحد تبعك مثلًا، مطلوب منك إن أنت تعمل كارت، فهنستخدم الأشكال دي في إن إحنا نطلّع كارت متناسق كده وشكله جميل. بالنسبة للكارت الشخصي أول مقاس ممكن نتعرّف عليه من خلال الكورس معانا، يعني إحنا قُلنا مقاس السوشيال ميديا ديزاين المرّة اللي فاتت أو البوست بتاع السوشيال ميديا هو 1200 بكسل في 1200 بكسل. الكارت الشخصي بالنسبة لنا هو مساحته كام؟ 9 في 5، 9 سنتي عرض في 5 سنتي طول. هاجي من هنا هاختار وحدة القياس بتاعتي اللي هي السنتي، ولازم تحدد وحدة القياس الأول قبل ما تكتب المقاس. هاحدد وحدة القياس بالسنتي، وهاجي هنا هاخلّي العرض 9 والارتفاع بتاعي 5. الresolution اتفقت معاكم المرّة اللي فاتت برضه إن المطبوعات بتاعتي الresolution بتاعها يكون 300 وبكسل per inch. الcolor mode بتاعي CMYK تمام، وهادوس على create. هتلاقي إن هو فتح لي المساحة بتاعة الكارت اللي أنا هابتدي إن أنا أصمم جواها. في حركة برضه محتاجين إن إحنا نعملها وهي إن أنا بأمِّن التصميم بتاعي. يعني إيه بتأمِّن التصميم؟ يعني أنا هاجي هنا على view وهاختار من هنا حاجة اسمها new guide layout الguide اللي إحنا قُلنا عليها المرّة اللي فاتت. هتيجي كده من الmargin من هنا هتخلّي لي القيمة هنا هتدوس على النقطة وتدوس على 5 كده تعمل لي نُص سنتي، وتاخد دي copy click أو تعلِّم عليها كده control C وتيجي هنا تدوس Ctrl A علشان تعلِّم على القيمة دي، وتدوس Ctrl V من الكيبورد، وهكذا، تعلِّم هنا تدوس Ctrl V، تعلِّم هنا وتدوس Ctrl V، وهتدوس أوكي. إيه اللي أنا عملته ده؟ ده أنت بتأمِّن التصميم بتاعك، علشان الكارت لمّا يروح للمطبعة ويتقص، المقص ما يجيش على data مهمة أنت حاططها في الكارت بتاعك هنا. طيب أنا هاجي كليك يمين هاختار الrectangle tool وهابتدي إن أنا أرسم مربع كده. وهالوّن المربع بتاعي، وليكن هاختار من هنا ألوان جاهزة بقى عندي أقدر إن أنا أستفيد بيها، لون مثلًا زي ده، وهاجي control T من الكيبورد هيعمل لي اللي هي الfree transform أو الshow transform control اللي إحنا شُفناها دي، علِّم عليها كده ودوس control T وكليك يمين واختار لي من حاجة من هنا اسمها warp. الwarp دي هتلاقي إن في نُقط زيادة انضافت على الشكل بتاعي، كل اللي أنت هتعمله بس شايف النقطة دي شدّها لبرّه كده، دوس عليها وشدّها لبرّه. شايف النقطة دي؟ دوس عليها كده وشدّها لجوّه بالمنظر ده، شِد كده لبرّه وشِد كده لجوّه، كويس؟ ودوس Enter. وبعدين تعالَ لي من هنا وأنت واقف على الlayer ده، عايز آخُد منّه نسخة، يعني شكل المربع اللي أنا رسمته ده عايز إن أنا آخُد منّه نسخة. باعمل إيه؟ قدّامي كذا طريقة، اللي هي بادوس Ctrl وJ من الكيبورد، هتلاقي إن هو خَد لي نسخة منّه. دي أول طريقة. طب هارجع كده Ctrl Z خطوة لورا. تاني طريقة إن أنت هتُقف على الlayer ده وتدوس عليه وتسحب وتنزل تحت كده على علامة الزائد اللي هنا وتسيب، هتلاقي إن هو عمل لك layer برضه جديد. فسواء دي أو دي، سواء أنت هتدوس على الlayer ده وتعمل Ctrl J أو إن أنت هتسحبه كده على علامة الزائد دي اللي أنا باعمل منها layer جديد أو اللي أنا باعمل منها new layer، حتى لو أنا واقف عليها كده هتلاقي إن هو جاب لك create a new layer، كويس؟ طب أنت عملت نسخة ليه؟ أنا عملت نسخة علشان أعمل حركة بسيطة كده تدّيني شكل جمالي للكارت بتاعي.
شايف المربع اللي تحت ده؟ هُم الاتنين مش ظاهرين ليه؟ لإن هُم فوق بعض بالضبط. أنا Ctrl J بتعمل لي نسخة وبتخلّيها فوق الlayer بالضبط. هادوس Ctrl أو هادوس double click كده على الlayer ده وهاغيّر لونه، خلّيه أفتح سِنّة بسيطة، وهادوس كده بس مش أفتح أوي كده، وهادوس OK. وبعدين هتدوس Ctrl T من الكيبورد، هيعمل لك برضه الtransform control. تعالَ كده من أي corner تلاقي إن المؤشر بتاعك عمل سهم كده ليه راسين ومعوج واخد curve. دوس كده من الماوس، دوس بالماوس كده وابتدي إن أنت لفّه بالمنظر ده، وبعدين دوس Enter. طيب هاعمل إيه تاني؟ نفس الحركة اللي إحنا عملناها المرّة اللي فاتت علشان ناخد نسخة، هتدوس Ctrl J كمان مرّة، وتيجي على الlayer اللي تحت. double click عليه وتغيّر لونه، المرّة دي تخلّيه أفتح سِنّة بقى وتدوس OK، وتيجي Ctrl T وتلفّه برضه نفس النظام كده، وممكن إن أنت تشدّه تطلّعه لفوق كده، بعدين هتدوس Enter من الكيبورد، وتبتدي إن أنت تحرّكه بالأسهم بتاعة الكيبورد كده سهم يمين، سهم لفوق، لحد ما يضبط معاك بالمنظر ده. حلو كده. أنا ممكن كنت عملت حركة لذيذة تانية، اللي هو إيه، إن أنا المربع بتاعي اللي أنا رسمته في الأول ده ما اديهوش solid color، كنت ممكن إن أنا أدّي له gradient يدّي معايا شكل أجمل من ده. لو أنا جيت كده اديته gradient زي ده أو ده، كان ممكن يخلّي الشكل بتاعي أجمد من الشكل اللي أنا رسمته. بس خلّينا في الألوان اللي هي الsolid اللي هي دي كده، ممكن إن أنت تبقى تجرّبها وتجرّب ألوان كتير من الباليتات الألوان اللي موجودة عندك في البرنامج. طب لحد دلوقتي الدنيا تمام، هاعمل إيه بقى تاني، علِّم على أول layer ده ودوس shift من الكيبورد ودوس على آخر layer، هتلاقي إن هو حدد لك اللايرات دي كلها. هتدوس على control وG بقى المرة دي مش J، دوس control G من الكيبورد. هيعمل إيه، هيضيفهم لك كلّهم في group علشان بحيث إن هم تضمّهم كلّهم في مجموعة واحدة علشان هم مرتبطين ببعض. وبعدين هتدوس double click عليها كده وتسميها مثلًا shape وتدوس enter. طب أنت محتاج تحرّك الأشكال دي تاني علشان بس لو حطّيت أي data مهمة عليها، أنا مش هاحرّكها بعد كده، فممكن إن أنت تقفلها من القفل من هنا كده، دوس عليها هتلاقي إن الأشكال دي مهما دوست عليها مش هتتحرّك معاك، ليه؟ لإن أنت قفلتها من هنا. طب محتاج إن أنا أعمل إيه تاني؟ ممكن ساعتها بقى إن أنا لو عندي logo آجي أحطّه هنا، خلّيني مثلًا آجي من الcustom shape واختار من هنا أي شكل عندي وليكن شكل الغواصة ده وهارسمه كده. وهادوس عليه double click كويس، وهاختار له لون من هنا. طب هنا في مشكلة، أنا كنت شغّال على باليتات الألوان دي أو شغّال على الألوان دي، ودلوقتي مطلوب منّي إن أنا أغيّر لون الغواصة أو الlogo لأي لون من الألوان اللي موجودة هنا، بس أنا اخترتهم هنا عشوائي ما أنا مش عارفهم. قال لك إن أنت بالcolor picker دي تقدر إن أنت لو طلعت برّه كده هتلاقي في شكل القطارة اللي هي الeye dropper، تقدر إن أنت تدوس على أي لون موجود عندك في الart board بتاعتك، هتلاقي إن هو بيغيّر لك شكل الغواصة أو الشكل اللي أنت رسمته ليه. لو أنا جيت دوست على اللون ده ودوست OK، هتلاقي إن لون الغواصة اتغيّر عندك للون ده. وهاجي هنا بالmove tool اللي أنا باحرّك بيها أي شكل عندي كده، بالمنظر ده. هاحطها هنا فرضًا إن ده logo عندي، يعني ده الlogo بتاعي اللي أنا هاحطه في الكارت. وساعتها بقى محتاج إن أنا أكتب الdata بتاعتي اللي بتبقى موجودة هنا، يعني سواء الاسم أو الtitle أو أرقام التليفونات، العنوان، الإيميل وهكذا. طب أنا هاجي علشان أكتب بقى، هاكتب بإيه؟ هتكتب بأداة الtype tool أو أداة الكتابة اللي موجودة عندي في برنامج الفوتوشوب، اللي هي فين؟ اللي هي شكل الT دي. كليك يمين عليها كده هتلاقي فيه horizontal type tool، vertical type tool، وvertical type mask، وhorizontal type mask. هنستخدم أنهي أكتر؟ هنستخدم الhorizontal type tool، أكتر حاجة هنستخدمها. ممكن تستغنى عن الأدوات اللي باقية دي، دي حشو مش أكتر. طب تعالَ نختار مثلًا الhorizontal type tool، واقف هنا كده علشان تلغي الselect من هنا، واقف عليها كده. كل اللي أنت بتعمله بس بتيجي تدوس كليكاية واحدة كده من الماوس. طبعًا علشان كنت مستخدم البرنامج ده قبل كده ومدّي له خصائص كتابة، يعني الخط كنت مستخدم 91 point الfont بتاعي كان impact،
واللون بتاعي كان اللون الأسود فعمل لي الشكل ده. طب أنا محتاج إن أنا أصغّر حجم الكتابة، بتصغّره منين؟ بتصغّره من هنا، هتلاقي إن أنت لو دوست على السهم كده لتحت، هتلاقي من 6 ل72. الBT دي اختصار لpoint حجم الكتابة، ادّيها مثلًا قيمة وليكن 14، هتلاقي إن حجم الكتابة صغِر معاك كده، ودوس على الmove tool عمل لي lorem ipsum. إيه ده؟ ده نص افتراضي كده بيقدّمه لك البرنامج علشان تحفظ بيه خانة، علشان لو عايز أنت ما عندكش data معيّنة محتاج إن أنت تكتبها، فهو بيقول لك أنا هاقدّم لك data لحد ما تجيب الحاجة اللي أنت عايز تكتبها مكانها وابقى غيّرها. طب أنا دلوقتي سِبتها كده، عايز أغيّر فيها، بسيطة، تعالَ بالtype tool وأقف عليها تاني، تعالَ هنا كده علّم عليها كلّها، وهاكتب مثلًا أنا هاكتب اسمي محمود زايد كده، وهاعلّم عليها تاني. علشان هتعمل إيه، هاغيّر اللون. طَب أغيّر اللون إزاي؟ أنا بعد ما علّمت عليها كده في مربع أسود فوق، ده خاص بالألوان، هيفتح لي برضه الcolor picker. هتغيّر اللون زي ما أنت عايز. علشان أنسّق الألوان بتاعتي تكون الكارت شكله متناسق وجميل، ممكن إن أنا آجي بالقطّارة واختار اللون الأبيض، أو أنا آجي هنا على طول واختار اللون الأبيض من الcorner من هنا، وهادوس أوكي، وتعالَ بالmove tool حرّكه لي لفوق كده. شايفين الguide اللي أنا رسمتها في الأول؟ اوعى تخلّي الكتابة بتاعتك تطلع لفوق كده، تعدّي الguide دي. دايمًا تخلّيها تحت كده، وهتيجي بالtype tool وتدوس دوسة تانية، وتكتب مثلًا الtitle بتاعك graphic design، وبعدين هتعلّم عليها تاني كده كلّها علشان أصغّر الحجم بتاعي، أخلّيها 10 أو أخلّيها مثلًا 6 تكون صغيّرة شوية، هاجي أحطها هنا كده. المرّة دي بقى عايز أخلّي graphic designer دي بلون مختلف، ممكن إن أنا أعلّم عليها كده وهاجي من الcolor picker واختار مثلًا اللون ده أو اللون ده كده، يعني خلّيني لون أفتح شوية ممكن أفتحه أنا محتاج إن أنا أغيّر برضه الfont بتاعي، يعني أنا كتبت الfont هنا أو كتبت محمود زايد بfont مختلف، عايز أخلّي graphic designer font مختلف عن محمود زايد. كل اللي أنت هتعمله هتيجي هنا تفتح القايمة دي وتختار الخط اللي أنت عايزه، تعالَ لي هنا كده خلّيها كده. طيب بعد كده هتعمل إيه، نزّل دي لتحت شوية وممكن تعمل حركة لذيذة كده بسيطة، كليك يمين وتعالَ بالrectangle tool وتعالَ ارسم لي خط كده بسيط تحت محمود زايد دي. تمام، ودوس double click عليها وخلّيها باللون ده، خلّي لي graphic designer هنا كده، ودوس على هنا كده عشان تخفيه، علّم عليهم بقى كلّهم كده. أنا علّمت عليهم إزاي، دوست على محمود كده أو دوست على الاسم، وبعدين دوست shift من الكيبورد وفضلت دايس عليها، وبعدين دوست على المربع، وبعدين دوست على graphic designer، هتلاقي إن هو علّمهم لي كلّهم هنا. برضه نفس النظام control G من الكيبورد وهاعملهم في group، عايز تسميه بقى سميه، مش عايز تسميه زي ما أنت عايز. هاكتب بقى الdata بتاعتي من خلال برضه الtype tool، هاجي هنا دوسة واحدة كده، هاكتب رقم التليفون مثلًا، أي رقم تليفون، control A ممكن تغنيك إن أنت تعلّم كده وتسحب، control A بتعلّم لي على الtext كلّه، بس لازم إن أنت تكون واقف بالtype tool بالمنظر ده، control A كده وهاخلّي الfont بتاعي صغيّر الarial اللي إحنا استخدمناه، واللون بتاعي هيكون باللون الأبيض. بعد ما أختار اللون الأبيض للكتابة بتاعتي، ممكن إن أنا أعلّم عليها كده وأصغّرها شوية، يعني مش محتاج إن هي تكون 14 ممكن تكون 10. وتعالَ رُصّها هنا كده، خلّيها هنا، وبعدين هاعمل إيه، هتدوس Alt من الكيبورد وتسحب لتحت كده، بس وأنت بتدوس Alt دوس Shift معاها. ليه Alt وليه Shift؟ Alt علشان ياخد لي نسخة، وShift علشان يخلّيها لي على نفس المحاذاة بالمنظر ده كده، وهاجي من الtype tool أعلّم على دي، ممكن بقى تكتب الإيميل بتاعك، ممكن أكتب مثلًا هنا زايد@gmail.com، خلّيها هنا وAlt برضه وتسحب، ومن الtype tool تكتب مثلًا العنوان كايرو أو شرطة Egypt، وتيجي ترصهم كده هنا وShift وأنت بتدوس كده بالماوس Ctrl T وصغّرها كده.
خلّيهم لي كdata كده. تقدر بقى تضيف أي data أنت عايزها، الفيسبوك، الإنستجرام، أي حاجة أنت عايز تحطها في الكارت بتاعك. فمن خلال الأشكال وأداة الWorb tool أو الCtrl T وبعدين اخترت Worb وبعدين استخدمت أداة الكتابة، لسه في تفاصيل كتير أو option كتير في أداة الكتابة إحنا ما اتكلمناش عنها، بس كأداة مساعدة بس إن أنا أطلّع الكارت بتاعي بشكل جميل. قدرنا إن إحنا نطلّع الكارت اللي قدامنا ده بإمكانيات بسيطة خالص، طبعًا مع إبداعك أنت واستخدامك للأدوات اللي هنبتدي نشرحها النهارده أو المرّة اللي فاتت أو من خلال المرات الجاية، هتلاقي إن أنت بتطلّع أشكال كويسة جدًا، بس إن أنت تدوّر وتتفرّج. ممكن إن أنت تعمل تغذية بصرية من خلال مواقع مثلًا زي freepic أو victeasy أو behance أو حتى pinterest. طيب كأداة الكتابة فيها option إيه تاني إحنا ما اتكلمناش عنه؟ خلّينا نروح على المساحة البيضا اللي إحنا فاتحينها في الأول دي، ونلغي ده بقى، نعلّم عليه كده وندوس delete من الكيبورد، ونيجي على الtype tool. زي ما شُفنا كده إن أنا باختار الfont بتاعي أو الشكل بتاع الخط بتاعي نوعه من هنا، تقدر إن أنت تدوس على السهم كده وتغيّر الخط اللي أنت عايزه من خلال الخطوط اللي أنت مسطّبها عندك على البرنامج أو على الجهاز بتاعك. هنا بتختار الخط، يعني مثلًا أنا هاختار Arial وبتيجي تدوس دوسة لو أنت عايز تكتب كلمة واحدة. طيب أنا لو عايز أكتب باراجراف، مجموعة من السطور ومجموعة من الكلمات، بتبتدي إن أنت تختار أداة الtype tool وبتدوس وبتسحب بالمنظر ده. هتلاقي برضه إن هو عمل لك نص افتراضي كده كحفظ خانة علشان لو أنت ما عندكش نص تضيفه في التصميم بتاعك، فأنا عمل لي حاجة زي دي كده. تعالَ نكبّر حجمها، تكبّر حجمها من خلال السهم من هنا، دوس كده خلّيها بالمنظر ده. برضه عندك الalignment سواء محاذاة ناحية اليمين أو في المنتصف أو ناحية الشمال. بالمنظر ده كده. في حاجة أنت عدّيتها اللي هي ما بين نوع الfont أو الخط بتاعي وحجمه، اللي هي إيه، وزن الfont أو وزن الخط. الناس اللي اتعاملت مع برنامج زي برنامج الword من حزمة مايكروسوفت، هتلاقي إن الحاجات دي بالنسبة لها حاجات بديهية. فوزن الخط هي أشكال مختلفة من نفس نوع الخط. هتلاقي هنا في مثلًا narrow، regular، italic، bold، bold italic وblack. لو أنا مثلًا دوست على black تلاقي إن هو جاب لي نفس الخط بس سميك شوية، نفس الخط بتاعي بس إلى حدٍ ما سمكه أزيد شوية، نفس النظام برضه لو أنت اخترت النارو، خط بس أرفع منه شوية. قُلنا برضه إن أنت تقدر تختار اللون بتاعك، تغيّر لون الخط من هنا، من خلال إن أنت تدوس على المربع ده وتغيّر لون الخط بتاعك زي ما أنت عايز. في أداة مهمة عندي اللي هي أداة الwarp tool. دوس كده، اكتب، وابتدي إن أنت كبّر الfont بتاعك بالمنظر ده كده، تمام، وعلّم على lorem ipsum دي. لو أنت جيت هنا كده ودوست على create warped text اللي هي بتعمل إيه؟ لو أنا دوست عليها كده، أدوس أوكي، هيفتح لي حاجة اسمها warped text. لو أنا جيت من الstyle واخترت مثلًا هنا arc هتلاقي إن هو بيدّيك منحنى كده أو حانية بسيطة للtext بتاعك، تقدر إن أنت تختار أو تعلّم بالمؤشر كده، حاجة بالمنظر ده كده، تمام، وتغيّر من هنا كده. تقدر تختار يعني أنا هادوس cancel عشان يرجع تاني زي الأول، وهاختار من هنا الwarp text وهاجي هنا على مثلًا حاجة زي الflag باستخدمها كتير جدًا الflag دي، أعمل حاجة زي دي كده. بيدّيك أشكال تقدر تتحكم في الخط بتاعك وفي شكله، وتجربوها مع كل شكل، وتغيّر في الbend دي سواء كده أو كده أو كده. فده option حلو جدًا الفوتوشوب بيقدمه لي علشان أتحكم أكتر في الخط بتاعي. في عندي برضه حاجة مهمة جدًا وهي الاتنين إيه الsmall دول، دايمًا حاول ما تخلّيهاش none. يعني أنت لو خلّيتها none وجيت عملت zoom كده، بُص اعمل zoom هتلاقي إن الخط بتاعك مشرشر كده شوية، يعني علّم عليها، بُص الخط مشرشر من هنا شوية. لو أنت جيت هنا وخلّيتها مثلًا sharp تلاقي إن الشرشرة دي اختفت كده أو الsmooth أو الstrong. فدايمًا خلّيها على اختيار من الاختيارات ال4 دول، ما تخلّيهاش none.
عشان بس الخط لو أنت بتكتب الخط بتاعك ولقيته مبكسل أو فيه مربعات كده أو مشرشر، فخلّيها يا إما sharp يا إما smooth، حاجة زي دي كده. في بعض الخصائص برضه عندي في الكتابة محتاجين إن إحنا نتكلم عنها، وهي إيه، هي الcharacter والparagraph. دول قايمتين باقدر إن أنا أتحكم في الكتابة بتاعتي اللي أنا باكتبها على الartboard أو في البرنامج من خلالهم. لو أنا جيت فتحت كتلة نص بالمنظر ده كده، هيبتدي إن هو يعمل لي paragraph تلقائي. تقدر إن أنت تشد دي لفوق كده، خلّيها على قد النص بالضبط، وتيجي من window تختار من هنا حاجة اسمها الcharacter. هتلاقي إن الكاركتر بتيجي هي والباراجراف كpackage كده مع بعض، يعني اختصار الA دي خاصة بالكاركتر والA والشكل ده خاص بالباراجراف أو شكل الB ده. طب الكاركتر بتعمل إيه؟ نفس الoption اللي موجودة هنا هتلاقيها موجودة عندك هنا، بس مع اختلاف أو مع زيادة option بسيطة بتنضاف على القايمة دي اللي هي character. زي إن أنت تقدر تخلّيه مثلًا الخط بتاعك bold بالمنظر ده، أو تخلّيه italic تخلّيه مايل، أو تخلّي الحروف كلّها capital. يعني أنا خلّيني أعمل لكم zoom control وزائد كده، وهتيجي مثلًا هنا بُص كده، أنا أول ما بادوس على دي بيخلّي لي الكتابة بتاعتي كلّها capital أو يخلّيها لي small، أو إن أنت تخلّيها بالمنظر ده، كلّها capital بس بحجم الحروف الsmall. يعني الاختلاف ما بين دي وما بين دي إن دي كلّها capital ودي كلّها capital، بس دي بحجم الحروف الcapital تلاقيها كبيرة شوية، ودي بحجم الحروف الsmall. هتلاقي الsuperscript والsubscript دول بيعملوا إيه؟ دول خاصين مثلًا برموز الكيميا والمعادلات بتاعة الرياضة. يعني لو أنت مثلًا عايز تعمل حاجة زي 5 أُس 2، هتكتب كده 5 وبعدين 2، وتيجي تعلّم على رقم 2 دي وتدوس هنا كده، هتلاقي إن هو كتب لك 5 أُس 2. لو أنت محتاج مثلًا تعمل رمز كيميا H2O مثلًا، هتعمل H من الكيبورد وبعدين رقم 2 وبعدين O، وتيجي على ال2 دي وتعلّم عليها وتيجي تدوس هنا، يعمل لك H2O. في عندي برضه حاجة زيادة عندي اللي هي دي، دي من شكلها كده بيرسم لك خط تحت الكتابة أو بيرسم لك خط على الكتاب، فدي كحاجات زيادة. المهمة بالنسبة لي بقى هنا اللي هي الdigits. الdigits دي ناس كتير بتشتكي إن هي الكتابة عندها في الفوتوشوب مثلًا لو بتستخدم البرنامج بتكتب 1، 2، 3، بس هي عايزة تكتب 1، 2، 3 الأرقام اللي هي بالعربي. يعني أنا لو هاكتب كده 1، 2، 3 مثلًا، محتاج إن أنا أخلّي دي 1، 2، 3، علّم عليها كده وتعالَ لي من الdigits من هنا اختار لي اللي هي الاختيار اللي هو الهندي ده، هتلاقي إن الكتابة بتاعتك اتغيّرت بقت 1، 2، 3. الdigits دي الArabic هتلاقي إن هي الخطوط الإنجليزي، والهندي اللي هي الخطوط العربي. مش محتاج إن أنت تعرف المسميات أو الشكل عامل إزاي، أنت بس هنا شكلها واضح قدّامك. عايز تكتب الخطوط العربي أو الأرقام العربي اللي إحنا نعرفها، تختار من هنا الoption ده. عايز تكتب إنجليزي تختار الoption ده. وبرضه اتأكد إن أنت هنا دايمًا أو من خلال ال3 شُرَط هنا في قايمة paragraph اللي هنيجي لها كمان شوية، مختار world ready layout وmiddle eastern feature علشان الoption دي تظهر لك كلّها. طيب لو دخلنا للparagraph من شكلها كده كمحاذاة، بتقدر إن أنت تحاذي الكلام بتاعك اللي موجود في الparagraph اللي أنت كاتبه. هارجع كده control Z وهاعلّم عليها بالtype tool control A، وهاجي هنا أخلّي الكتابة مثلًا محاذاة ناحية اليمين، محاذاة في المنتصف، محاذاة ناحية الشمال، أو إن أنا أخلّيها بالمنظر ده كده. يعني أنا لو ضيّقت المساحة اللي أنا فاتحها كده بالمنظر ده، هتفهموا الدنيا أكتر. هاعلّم عليها كده وأدوس control A، وتيجي هنا تخلّي لي المحاذاة ناحية اليمين، المنتصف، أو ناحية الشمال، أو إن أنت تخلّيها بالمنظر ده، أو المنظر ده، أو كده. تلاقي إن هو بيضيف لك space كده ومسافات علشان يخلّي لك الكتابة كلّها على سطور متناسقة. طيب برضه هنا اللي يهمني حاجة، اتجاه الكتابة. اتجاه الكتابة سواء من الشمال لليمين هتكتب إنجليزي ككتابة عندك، أو إن أنت بتكتب عربي فهتكتب من اليمين للشمال بالمنظر ده، اختلاف اتجاه الكتابة. طيب ال3 شُرَط دول أو الoption الزيادة في قايمة paragraph، يهمني إن أنت دايمًا تكون مفعّل world ready layout وmiddle eastern feature. دول خاصين بإيه، الناس برضه هتواجه مشكلة في إن هي لو بتكتب بالعربي عندها في البرنامج وتلاقي الحروف مش لازقة في بعضها، شكل دي كده. لو أنا كتبت مثلًا
كده هاحوّل الكتابة عندي بالعربي، بسم الله، وCtrl A وهاجي من هنا كده هاخلّيها دي كده. بُص، ممكن مشكلة زي دي تواجهك، لو أنت جيت من قايمة باراجراف وجيت دوست على ال3 شُرَط هنا واخترت World Ready Layout تلاقي إن هو كتب لك بسم الله الرحمن الرحيم والحروف مشبّكة ببعضها. طَب أنا كل مرّة هادخل على قايمة باراجراف لو أنا باكتب سطر مثلًا أو باراجراف كامل، هادخل على قايمة باراجراف واختار من هنا واختار World Ready Layout أو Middle Eastern Feature لأ، أنت ممكن تيجي من Edit على طول وتختار خلّيني بس أختار الMove Tool وتيجي من Edit تختار Preferences وبعد كده تختار الGeneral وتيجي على الType تعلّم على World Ready Layout من هنا. يعني هتلاقي إن هي متعلّمة عندك Latin and East Asian layout لأ خلّيها لي world ready layout وبعد كده دوس OK واقفل البرنامج وافتحه تاني، هتلاقي إن الكتابة عندك ضبطت في البرنامج بتاعك. فلحد دلوقتي إحنا شُفنا الoption بتاعة الكتابة سواء من الtype tool من هنا أو الoption bar اللي موجودة هنا ومن خلال برضه الcharacter قائمة character ومن خلال قائمة paragraph. طيب ممكن نشوف أدوات إيه تاني عندي، خلّينا مثلًا نتكلم عن الفُرَش الbrushes. بتعمل إيه الفُرَش؟ يعني الفُرَش أول ما ييجي اسمها أو أول ما يتذكر اسمها كده قدّامك هتعرف إن الفُرَش بتلوِّن بيها. طب هي فين الفُرَش؟ كليك يمين كده على الأداة دي أو الاختصار بتاعها اللي هو جنبها ده الحرف بتاعها اللي هو حرف الB. هتدوس على الbrush tool كده، هتلاقي إن في دايرة ظهرت لك بالمنظر ده، أو إن هي ممكن تظهر لك كده، يعني سواء دايرة أو المؤشر بتاع النشان ده. طب أنا عايزها شكل الدايرة، لإن هي ما ب مش هاعرف أستخدمها وهي بالشكل ده. هتدوس caps lock من الكيبورد، هتلاقي إن هو على إيدك الشمال كده زرار اللي هو تحت التاب، لو أنت دوست caps lock هتلاقي إن هو بيغيّر لك في شكل الفرشة بتاعتك بالمنظر ده كده. طب الفرشة من خصائصها إيه؟ إن أنت هتيجي هنا السهم ده ومن الgeneral هتلاقي إن في بعض الفُرَش أو أشكال الفُرَش اللي البرنامج بيقدّمهم لك لو أنت مسطّب البرنامج لأول مرّة. هتدوس على السهم ده كده تلاقي إن هو بيدّيك مثلًا الsoft round الhard round soft round وهكذا. مثلًا أشكال زي دي، كل اللي أنت بتعمله بس بتختار الفرشة بتاعتك وبتزوّد الحجم بتاعك من هنا، وبتيجي تكون مختار اللون بتاعك اللي أنت هتتلوّن بيه وتبتدي إن أنت تمشي في الart board بتاعتك. خلّينا متفقين على قاعدة كده مهمة في استخدام الفُرَش، هنقول كده أ فرشة ب layer جديد، بمعنى إيه؟ بمعنى علشان تستخدم الفرشة لازم تعمل لها layer جديد، layer جديد بالمنظر ده، وتيجي تختار الفرشة بتاعتك، خلّينا نتعامل مع الhard round وتيجي من خلال الcontrol أو إن أنت هتدوس على الدال من الكيبورد عشان تكبّر الفرشة أو ج من الكيبورد عشان تصغّرها، يعني د بتكبّر وج بتصغّر، فهتيجي تدوس كده وتبتدي إن أنت تلوّن بالفرشة بتاعتك، وكل ما كبّرت حجم كل ما زادت المساحة معاك بالمنظر ده كده، تقدر تختار لون من هنا أي لون وتدوس أوكي وتغيّر، فأي لون هتختاره لازم تعمل له layer يعني خلّينا متفقين على القاعدة اللي إحنا قُلناها. أي حاجة هتعملها بالفرشة لازم إن أنت تعمل لها layer جديد. طب من ضمن خصائص الفرشة تاني الopacity والflow بيعملوا لي إيه دول؟ بيقللوا لك من حدة الفرشة بتاعتك شوية. يعني أنا لو جيت اخترتها كده تاني وقللت الopacity شوية من هنا كده، دوست على المؤشر ده أو السهم ده وخليت المؤشر كده مثلًا 30 وجيت على الflow خليتها وليكن برضه 30. وجيت ابتديت إن أنا أرسم كده، هتلاقي إن هي الحدية بتاعة الفرشة أو السمك بتاع الفرشة أو تأثير الفرشة عندك على الart board بيقل، إنما لو جيت تعِدت كده بتلاقي إن هو بيزيد تاني. فلو عايز تقلل تأثير اللون بتاعك، ممكن إن أنت تقلله من الopacity وتقلله برضه من الflow من هنا. من خلال الفُرَش هنا تقدر إن أنت تختار الفرشة اللي أنت عايزها، مش بس الفُرَش دي اللي الPhotoshop بيقدّمها لك، ده أنت ممكن كمان تبحث على جوجل تكتب بس brush for Photoshop هينزّل لك فُرَش بأشكال كتيرة جدًا تقدر إن أنت تسطّبها وتحطّها عندك على البرنامج. طَب أنا ممكن أستخدم الفُرَش في إيه؟ إحنا هنستخدمها فيما بعد في إن إحنا نعمل edit على صور، هنستخدمها في إن إحنا نعمل shadow كظِل مثلًا لتصميم عندي، ممكن إن أنت تستخدمها أو تجيب فُرَش على هيئة سُحُب.
أو على هيئة دخان، وتبتدي إن أنت تستخدمها، زي مثلًا أشكال كتير عندي. أختار مثلًا كده أي شكل عندي، يعني حاجة زي دي كده، وأعمل لها layer. أنا كنت عامل لها layer already. أكبّر من الدال لو محتاج إن أنا أكبّر شكل الفرشة، وهارسم كده بيها المنظر ده. بُص أنا لو عملت zoom بُص شكل الفرشة عامل لي إيه، في نقط كده، هي عشان بس زغللة العين. ممكن أختار شكل تاني dry مثلًا حاجة زي دي. وكل فرشة وبيبقى ليها الخصائص بتاعتها، بتتحكم في الخصائص بتاعتها عن طريق الsize من هنا. يعني الفرش الdefault بتاعتها اللي هي الsoft round والhard round، هتلاقي مثلًا الفرق ما بين الsoft والhard إن الhardness بتاعها دي 0. يعني الفرشة الsoft round دي الhardness بتاعها 0، إنما الhard round هتلاقي إن الhardness بتاعها 100%. تقدر إن أنت تجيب فرش من خلال جوجل وتسطّبها وتشوف الفروقات أو استخدام الفرش بتاعتها. طيب ممكن نكتفي بهذا القدر الlive ده علشان بس ما نطوّلش على الناس والوقت اتأخّر شوية. ممكن على اللايفات اللي جاية إن شاء الله نبقى نكمّل باقي الشغل بتاعنا. هنكتفي لحد كده لحد الفُرَش. يعني اتكلّمنا النهارده عن الأشكال، اتكلّمنا عن الtype tool، واتكلّمنا برضه على الفُرَش. مع التطبيقات اللي إحنا هنبتدي نطبّقها بدايةً من الlive اللي جاي، هنبتدي إن إحنا نتمرّن على أدوات كتير، وكمان الأدوات اللي إحنا خدناها واللي لسه ما خدناهاش. في آخر الlive ده أنا باشكركم جدًا، للناس اللي حضرت معانا والناس اللي برضه هتحضر معانا أو هتتفرّج على الlive ده من خلال اليوتيوب. ممكن إن أنت تنضم لينا من خلال الlink بتاع جروب التليجرام اللي أنا باحطّه تحت في الdescription بتاع الفيديو. شكرًا جدًا ليكم، وأشوفكم على خير من خلال لايفات جاية.